ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل احلى شوية زلابية هتاكليهم في حياتك. مدورة كده ومكورة ومقرمشة وشاربة الشربات. مستحيل تشتريها تاني من برا. لو اول مرة بتشوفيني يا حبيبة قلبي، اعملي لايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا نشوف معانا مقادير ايه. انا معانا هنا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا 3 كوبايات من الدقيق هم، ومعايا 3 معالق كبار من النشا زي ما انت شايفين قدامك كده يا حبيبة قلبي. ومعايا هنا معلقة سكر كبيرة، ومعايا رشة ملح وكوبايتين من المية. الدقيق طبعا بيختلف كل دقيقة عن التاني، فاحنا هنشوف هتحتاج قد ايه مية. معايا كيس خميرة فورية ومعايا كيس فانيليا. اول حاجة هنزل بيها على الدقيق ال3 معالق كبار من النشا زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالنشا فوق الدقيق، وهنزل بمعلقة كبيرة من السكر ورشة الملح وكيس الخميرة الفورية، يعني معلقة كبيرة. يعني الكيس بيبقى معلقة كبيرة من الخميرة. ومعايا هنا كيس الفانيليا هنزل بيه كله على بعض، وهديهم تقليبة حلوة كده كلك مع بعض. هقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده بالمضرب السلك، وتقلبيهم كويس. بعدين هجيب المية، هبدأ انزل بقى بيها بالتدريج وبقلب كده بالمضرب السلك. انا نزلت بالكوباية اول حاجة وهقلب كويس كده. هجيب الكوباية التانية وهنزل بنصها واقلب برضو كويس. هشوف الدقيق العجينة يعني هتحتاج معايا مية قد ايه. انا نزلت كده بربع كوباية كمان، بنزل واحدة واحدة مع التقليب. انا كده نزلت بكوباية كمان وبقلب زي ما انتوا شايفين كده. العجينة كده خدت معايا كوبايتين وربع من الدقيق، لان انا حطيته كوبايتين واحتجت كمان لربع كوباية. جبتها طبعا مية عادية خالص من الحنفية. لو الجو ساقع بتعجني بمية دافية، الجو حر طبعا بنعجن بمية عادي من الحنفية. وبتفضلي تنعمي العجينة زي ما انت شايفة كده. اخر نقطة بقى اهي من الكوبايتين وربع. هي كده العجينة جاهزة، هي مش سايلة معايا خالص، هي لينة بس تقيلة شوية، فيها مطة كده زي ما انت شايفينها كده. اخر حاجة بحطها معلقتين من الزيت بنعم بيهم العجينة، وهي كده جاهزة معايا. تفضلي تعملي الحركة دي كده بالمضرب بالتقليب كده زي ما انا بعمل كده. بصوا بتعمل معاكي عرق كده. شايفين القوام بتاع العجينة عامل ازاي؟ عشان ما تعملش منك اشكال غريبة كده في الزيت، وتلاقيها بقى طلع لها ودان ورجلين وحاجات كده غريبة في الزيت. انا سبتها بقى ربع ساعة تخمر معايا. الجو حر طبعا ما اخدتش وقت خالص. ربع ساعة ولقيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عليت معايا جدا واتملت هوا كده وبقت جميلة خالص. انا حاطه الزيت بقى، كنت موطيه عليه بقاله 3 دقايق كده على النار زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ببدأ افضي الخمر كده بايدي الشمال، التخمير بتاعها يعني. بفضيه بايدي الشمال كده، وابدأ اخد بقبضة ايدي كده، واعمل كأنك بتعملي طعمية كده. تضغطي كده على العجينة تطلع معاكي عجين، ومعاكي معلقة صغيرة في ايدك اليمين. تبلي المعلقة في الزيت وتقطعي. كل مرة لازم تبلي المعلقة في الزيت، من الزيت اللي هو انت بتقلي فيه، وتقطعي. تضغطي كده على العجينة بتطلع من بين ايديكي كده زي ما انتوا شايفين كده. بس انا حاسة المعلقة دي كده كبيرة شوية، يعني بتقطعها كبيرة شوية. هشوف معلقة تانية. اهو انا جبت معلقة تانية. دي معلقة كانت جاية مع علبة اللبن البودرة اللي هو بتاع الاطفال ده، مغسولة طبعا. دي لقيتها اسهل، سهلت عليا كتير طبعا. هي زي ما انتوا شايفين كده مدورة كده، وخلت ايه الحجم الزلابية معايا صغيرة، اصغر من المعلقة التانية. فانا بقى ببلها في الزيت، بس ما بغيبهاش في الزيت لان دي بلاستيك ممكن تسيح معايا، والزيت طبعا سخن. فبقطع بيها بقى زي ما انتوا شايفين كده، اسهل من المعلقة التانية كمان. لو ما فيش عادي المعلقة التانية برضو شغالة، زي الفل يعني كويسة. انا بعمل بيها على طول، بس ايه حاساها بتبقى كبيرة شوية، فلما لقيت المعلقة دي عندي اشتغلت بيها. انا كده مليت اول دور كده، مليت الطاسة بتاعتي الصينية بتاعتي دي اللي انا بقلي فيها.
بتسيبيها بقى تاخد لون اصفر خفيف كده. بتفضل طبعا تقلبي فيها، بتفضلي تقلبي فيها زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تاخد لون اصفر خفيف ذهبي خفيف كده. وبتطلعيها وتسيبيها تهدى بقى، عشان هي الزلابية لازم تتقلي على مرتين عشان تبقى مقرمشة معاكي. الزلابية لازم تتقلي على مرتين. بتطلعيها وبتسيبيها تهدى. انا بطلعها اهو، ده اول دور معايا. شايفين اصفرت ازاي؟ اخدت لون اصفر خفيف كده. بطلعها زي ما انتوا شايفين كده في الطبق. ولما اخلص الكمية وتهدى معايا هرجع بقى ايه، اديها لون تاني اكتر وبتقرمش معايا اكتر بقى. جبت العجينة تاني، هبدأ بقى اعمل تاني قدامكم اهون. ركزوا معايا، بصوا انا شغالة ازاي. علشان هي سهلة جدا على فكرة، بس انت امشي على الخطوات مظبوط هتطلع معاكي ولا احلى من كده. بصوا كده صغيرة كده وجميلة ومدورة حلوة قوي. هتعجب الولاد جدا. وكمان هتوفر عليكي كتير، يعني الواحدة دلوقتي بقت برا ب3-4 جنيه. وصغنطوطة خالص اصغر من دي بكتير. ما بتعملش حاجة اصلا، دول بقى شوية كتير. لو اشتريتهم من برا بمبلغ كبير وكلكم بقى هتاكلوا والولاد هياكلوا وهيفرحوا بيها كده. انا خلصت كل الكمية معايا زي ما انتوا شايفين كده. اهي كلها اخد لون واحد وجميل. هرجع بقى، هي هديت معايا. هرجع احطها تاني في الزيت زي ما انتوا شايفين كده عشان بقى اديلها تحميرة اكتر من كده. وافضل اقلب فيها رايح جاي كده عشان كلها تبقى واخدة لون كده زي بعضها، متبقاش حتة بيضة وحتة حمرا كده. بصوا هي اصفرت معايا، اخدت لون زيادة خالص اهي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ببدأ اطلعها بقى في شربات تقيل بارد. الشربات ده انا كنت عاملاه قبلها بيوم. وكان عندي شربات ده كوبايتين من السكر وكوباية بس مية وعصرة ليمونة. وبتسيبيه على النار يغلي 10 دقايق بيتقل معاك وبيبقى بالقوام ده. لو عايزين المقادير يعني قولولي في التعليقات وانا هنزلها لكم. انا قلت لكم كوبايتين سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة. بتسيبيهم على النار 10 دقايق بيتقل معاكي بيبقى بالشكل ده. وبس بيبقى زي العسل. الزلابية لازم شربات تقيل زي ما انتوا شايفين. بتسيبيها بقى في الشربات دقيقة دقيقتين كده. تشرب كل ما تحبيها تشرب اكتر وعايزاها مسكرة اكتر بتسيبيها مدة اطول في الشربات. يعني مش عايزاها مسكرة زيادة عن اللزوم، سيبيها دقيقة 2 كده. انا سبتها دقيقتين كده بالظبط في الشربات او 3 دقايق. وبدأت اطلعها في طبق تاني. طلعت هنا الدور التاني. انا كده خلصتها معايا ازاي، خلصت كل الكمية كده. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ قولولي بقى ايه رأيكم. ايه رأيكم؟ مفيش بقى تسلم ايدك يا ام علي. زلابية شوية زلابية هتاكلي صوابعك وراهم. والله مقرمشة قرمشة. وهتفضل مقرمشة معاكي لاخر واحدة. حلوة جدا وهتعجبك اوي، يا رب تجربيها وتعجبك. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك وشير. وانا بحبكم في الله وربنا يحسن ما بين ايديكم. شايفين الزلابية عاملة ازاي من جوه؟ قلبها فاضي اصلا، مفرغة كده من جوه وهشة وحلوة جدا. وشايفين كلها مقاس واحد. بصوا من جوه عاملة ازاي، انا مش عارفة بكسرها بالعافية اصلا من كتر ما هي مقرمشة. شايفين؟ بصوا الحلاوة والجمال في كده. قولولي والله كده الفيديو ده يستاهل كام لايك كده. بصوا ولا اجمل من كده. ايه ده حلويات، احلى حلواني في مصر. بصوا افتح لكم واحدة كمان. انا عمالة اكل ما بطلتش اكل. حلو قوي. بصوا دي بقى عاملة ازاي، يا نهار ابيض على الجمال. بصوا مكسرات. بصوا مفرغة ازاي من جوه. بصوا حلوة جدا هتعجبكم قوي. وسهلة والله سهلة جدا وحاجاتها كلها موجودة عندك في البيت. انا منزلتش جبت اي حاجة من برا. كل حاجة بتبقى في البيت. الحاجات الخفيفة دي دقيق شوية نشا كيس فانيليا مش عارفة ايه. ورشيت هنا شوية سوداني مجروش كده على الجنب. مش حابة خلاص ممكن تحطي سكر بودرة عليها، ممكن تحطي صوص شوكولاتة كراميلا.
حطيت هنا برضو شوية جوز الهند كده، مش حابة هي سادة كده زي الفل زي العسل. انا قلت يعني لو حابة تزيني الوش كده. اشوفك الفيديو الجاي.